بس احنا بنعمل كل حاجة مع بعض. يا ترى توأم ميلودي راحوا فين؟ أكتر من 20 سنة مرت على ظهور توأم ميلودي على الشاشة، لكن بعد كل السنين دي حياتهم اتغيرت 180 درجة، وما بقوش بيعملوا كل حاجة مع بعض عشان كل واحدة منهم بقت في مكان بعيد تماما عن التانية. تفتكروا ايه اللي حصل لهم هما الاتنين؟ حلم بنتين في الثانوية العامة للوصول لسماء الفن والشهرة، نورهان واللي شهرتها كانت نورلين، ونجلاء وشهرتها كانت نجلة. الاتنين حاولوا يدخلوا معهد الفنون المسرحية لكن تم رفضهم، وبعد اليأس دخلوا كلية التجارة، وبعد كده عملوا حفلات وغنوا فيها مع بعض، ومن هنا دخلوا العالم الحفلات الخارجية، وبعدها وصلوا للحفلات الخاصة وعالم الكباريهات والكازينوهات، وابتدوا يعملوا فلوس والدنيا بدأت تتغير. وفي حفلة من الحفلات الخاصة اتعرفوا على مخرج قناة ميلودي وطلبهم لعمل حملة إعلانية للقناة، ومن هنا جت محطة قناة ميلودي، وكملوا شغل معاه وعملوا أكتر من إعلان، وبدأت العجلة تدور وتجيب قماش. وفي سنة 2010 ظهر توأم ميلودي في فيلم محترم إلا ربع مع الفنان محمد رجب، وبعدها عملوا أكتر من أغنية وصوروا منها كليبات، منها كليب احنا جامدين والليلة ليلتي وكل البنات، وتقريبا أغانيهم تعتبر من أول أغاني مهرجانات اللي جت مصر. لكن بعد كل ده ما قدروش يوصلوا للنجومية والاحترام الفني اللي كانوا بيسعوا ليه طول الفترة دي، ولكن القدر كان مخبي ليهم سيناريو صعب جدا، سفرية السخنة، ودي تعتبر الطريق إلى النهاية. وهنا كان أول مرة التوأم يتفرقوا. سنة 2017 كانت نقطة تحول في حياة توأم ميلودي، كانوا مسافرين شغل في السخنة بس نجلة ما سافرتش، وفي طريق الرجوع حصل حادث صعب جدا وأليم مات فيه نورلين وداليا التوني، وهنا كانت نهاية التوأم بعد فترة كبيرة من العمل الفني والغنائي. وبعد اللي حصل ده اعتزلت نجلة الفن وبعدت عن الشهرة والأضواء خالص، ولما الناس نسيتها فاجأتنا الفنانة نجلة بالرجوع تاني، ولكن رجعت للوسط من أوسع أبوابه، وبقت راقصة شرقية اسمها نعيمة بدل نجلة، وتعتبر من أشهر راقصات الساحل والعالمين.